بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس 17 من التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام. درس مرضى سنتلس مدايكي حكم الصيام في حال السفر. أما إرشد وزمغنو حكم ما إني نص الحديث. حديث رقم 639. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فسام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعد الناس قد سام، فقال أولئك العساة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه. رواه مسلم. حديث رقم 640. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. تعليق أو حديث الشورى الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى. ده تعليق شنو حديث جابر بن عبد الله داود أنه على المسافر أن يصوم وله أن يفطر، أو إرشدك ودوانا وزنقوينك دوانا فترة شرقين، وله الإفطار وإن سام أكثر النهار دوانا فترة شرقين. مثلا الدسكية مشرومة ولو دسكي بوغ أنا كان ينك تسانا دوا فترة شنك عند إرشد مثلا الروم دسكي بوغ أنا أزمري إرشد الروم كانت وصل دغما فترة. وفيها أن الفترة لمن يشق عليه الصيام أفضل. عند إرشد جلك تسو وزوم دار تكراينك الرغم مكة تسو ياينغ عند الأفضل. ده حديث ده شنكه. كما في الحديث الآخر حديث كليدة الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وفي الحديث الثاني حديث نجم حديث حمزة بن عمرو الأسلمي دليل على أن المسافر مخير بين الإفطار والصيام. حديث حمزة دليلني أو إرشد دواء أو زنقين دواء فترة إذا قوي، والصيام إذا قوي عليه. أما الركنة كتب زنقين دواء فترة. الفوائد: مشروعية الفطر في السفر. أو حديث الفوائد شكا أول ما فائدة. أما إرشدك شيك، فالحديث نص صريح على أن الصائم له أن يفطر إذا سافر. أما يزما إرشدك تهدى شيك على رخصة جنة، حتى لو كان قد بدأ صومه وهو مقيم، ولو نمت بتشيل وزن بدينك توصونا قلنا ويتروما دوا زمناك. جواز الفطر في أثناء النهار. جسكي جونا قلنا وزمنا يقونا تقصك. النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن قطع مسافة قراء الغميم، وهي قراء الغميم من الرسول صلى الله عليه وسلم أزمر كتا كرورة. قراء الغميم لو كنا هو موضع بين مكة والمدينة، مكة مدينة كتير. رواية عليه أنه أفطر بعد العصر ودور الرسول صلى الله عليه وسلم فترته وزم معناه وزم مناه، مما يدل على أن المسافر له أن يقطع صومه ويفطر في أي وقت من النهار إذا وجد مشقة. أو أي حديث دون فايدة هنقرني. أما إرشدك تقصو دوا زمو ويدي بعد العصر تقصو لغنا جسكي بوغ نشرو راو دوا ناوك دوا سكوي ناوك وكمرة دوا ناوك إذا وجد المشقة. ما المشقة كده كتوصو. رفع النبي صلى الله عليه وسلم قد حتى يراه الناس إدمه شوي. رسول صلى الله عليه وسلم قوي لك عاوك ندودي كيني زم قر. وهذا أسلوب تعليمي أو شوي إدمه عاوك ندودي كيني قوي كرك كده
الرسول صلى الله عليه وسلم يكيم أي أسلوب تعليمي نبوي ليعلم الجميع أن الفطر في السفر سنة متبعة عند الهجرة لزمنا كل ما لزمنا يعتمد سنة متبعة وليس نقصا في الدين دين من النقص شيء عند إرشاد كتوسو زمنا تمر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دين من النقص تربين وليقتدوا به دون حرج أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدوت كتوسو أما آية ده ما الرسول تبعندك كراهة التشدد في موضع الرخصة وشريعة الرخصة جدا ده عند التشدد كهنا مكروه وأسف النبي صلى الله عليه وسلم الذين استمروا في الصيام بالعساة أما وزم مرة شبترتين وزم كرو تومين دا أما تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك العساة وهذا المحمول على من شق عليه الصيام جدا عند وزم دارت كراين الرغم من إرشادا جي شب عندك حرانين شتى وزم قال مكتوب سواء مكروه أو من رغب عن رخصة الله تعالى مثلا دار مشقة الدنيا نقول أنا دولي شيء مكروه أو من رغم عن رخصة الله تعالى عن غروغنا الرخصة الله تبارك وتعالى شنا قويني من رخصة وين تنقلنا دولي شيء أو من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم رسول داري ولا فترضين أمر الصحابة هرشل وزمنا قرطين أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة قصرنا تسريحنا بالفتر للتقوي على القتال قرتكو قودي دجلها أما وزم الناول كتوصو دنا هكذا وفي الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمتي حديث هذا فائدة هنقرنا النبي صلى الله عليه وسلم إم مدى بور شفقة ديني عندما أخبر أن الصيام شق على الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لورشين أما وزم أرتك لا يعرفن ينجل بادر بالفتر ليخفف عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوزم قرده أما حرج ما حرج ما رجعت عرفين جل دون حرج نفسي دون حرج بدني لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم البيان بالقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيما له يكبر ذربي بل شرب أمام أعينهم ليقطع الشك باليقين الرسول صلى الله عليه وسلم كيما رجل هذا يكبر ذربي شوي أو إدمي ما نقوله هنا لو يكينا قوي أما كنا دو تشكله الرسول صلى الله عليه وسلم أزوم قرره أين يعني ما نشاقو أو كجيد درجة جله وأنا الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى تقديم المصلحة الراجحة في تلك الحالة حالة آية المصلحة الراجحة مره قدم تريك كان الفطر أقوى للبدن استعدادا للفتح والجهاد أو وكتاب مره ما كتر سيشك رجله أما أزوم ناولك تقصو دنا ما كدر من الدنا هكذا وأنا استعداد هكذا للفتح والجهاد جهاد الفتح قلنا أما أزوم كتوسو قرسينا الركني أواني كوري جهاد الركني الركن ناجله أزوم ناونا تم مصلحة الراجح جله مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له فكان الفطر هنا عبادة فطردنا من داول عبادة لأنه يعين على واجب عاكد عند فطردنا كتوسو الواجب عاكد درس الكنين الحزم في موضع الحزم أولك هي حزمك عند حزم قلنا تكرار قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العساة لزجر من تشدد في العبادة في غير موضعها النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العساة أمر زجر كنغني عبادة عند تشدد قلنا تقام هنا عند تشدد قلنا أي النبي صلى الله عليه وسلم ده زجر ما نقوله أمر ده زجر كنغني ولتأكيد على أن الاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما تبنيه ده تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد كنني والرخصة أولى من التنطع دين الله ده تنطع جانين لكو رخصة وانين قده أو رسالة مرينا الشيخ أبو أنس عبد الحميد الزوي وفقه الله وسدده هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم